صافي دابا صافي. الرفقات، تحية المجد والخلود، تحية الاحترام والتقدير والشكر والثناء لكل مناضلة وكل مناضل أبى إلا أن يشاركنا هذا اليوم الاعتصام الإنذاري. كنشكروا كل الحركات الاحتجاجية اللي جات معنا، كنشكروا كل الجمعيات المدنية، كل الجمعيات الحقوقية، كل الشخصيات المدنية والسياسية والنقابية اللي شرفتنا اليوم في هذا الاعتصام الإنذاري اللي درناه على أساس مواجهة كل أنواع التسلط، مواجهة كل أنواع التجبر والقهر والحقرة في حق القاضي الهيني عبد ربه. درناها لأننا حسينا بأن هناك استهداف، هناك انتقام، لا لشيء إلا لإركاع القضاء المستقل، إلا للقضاء على القضاء المستقل، إلا ليكون القضاء قضاء سياسيا تابعا للرميد وزبانيته. الرميد يريد قضاء سياسي، قضاء البي جي دي، لا يريد قضاء الوطن حتى يقضي به مصالحه، لذلك يفكر يائسا أن يعود مرة أخرى إلى الوزارة. نقول له الوزارة، وزارة الشعب، وزارة الوطن، لن تحلم يا رميد أن ترجع مرة أخرى إلا على الساددة. لن نترك لك الحق في أن تعود، لأنك مارست كل أنواع التسلط والانتقام. تصوروا معي، القاضي هو الذي ينصف المظلوم، القاضي هو الذي يحمي الحقوق والحريات، القاضي الذي هو ميلاد لكل مظلوم. القاضي يقف اليوم عاجزا عن حماية حقوقه، فكيف سيحمي من هو عاجز عن حماية حقوقه؟ كيف سيحمي حقوق وحريات الناس؟ حينما يقف القاضي معتصم فإنه يوم حزين في تاريخ المملكة. درجة من الحقرة لا متصورة. عزل البناء على الرأي. الرميد أقام محاكم تفتيش، نصب نفسه قاضيا ونصب نفسه وضع واحد المشنقة لكل قضاة الرأي الشرفاء. لأول مرة في تاريخ المغرب 10 قضاة يحالون على التأديب، لا لفساد مالي وأخلاقي، ما مشاش عند الشفارة، ما مشاش عند النصابة، ما مشاش للثراء الفاحش، قصد فقط الحلقة الصغيرة. مشى عند قضاة مناضلين آمنوا بأن القضاء لا يمكن أن يكون إلا مستقلا ومواطنا لفائدة المواطن. ولكن المجرمون والإرهابيون والمتطرفون والمتأسلمون اعتبروا أن استقلال القضاء ضربة قاصمة لهم، ولهذا طاروا في وجه القضاء المستقل، لأن القضاء إذا كان مستقل سيحمي المواطن، سيحمي الاستمرار، سيحمي الاستقرار، سيحمي الحرية، سيحمي الكرامة، سيحمي العدالة الاجتماعية. هم لا يريدون لا حرية لا كرامة. الدستور كينص في الفصل 178 على أن الاختيار الديمقراطي للدولة والمكتسبات في مجال الحقوق والحريات لا تشملها أي مراجعة. من يحمي الاختيار الديمقراطي؟ من يحمي المكتسبات والحريات في غياب قضاء مستقل ونزيه؟ لأن استقلال القضاء حينما وضع لم يوضع لفائدة القاضي، وإنما وضع لفائدة المواطن لينعم بقضاء مستقل ومحايد وكفء وقضاء نزيه. هم لا يريدون القضاء المستقل، لا يريدون القضاء النزيه، يريدون القضاء على مقاصهم، يريدون قضاة التعليمات، يريدون قضاة الهاتف حتى يقضوا بهم مصالحهم، وماشي مصالح الدولة، بغاو مصالح حزب ومصالح جماعة. لأن هادو الرباعة ديال المجرمين والمتطرفين والإرهابيين والمافيا، هادو بغاو دولة المافيا، هادو بغاو دولة الغاب التي لا نحتكم فيها القانون. لأنه لما كيصيبوا القضاء المستقل كيصيبوا انهيار الدولة، لأن الدولة لا يمكن أن تعيش دون قضاء مستقل وحر ونزيه. وراكم شفتوا كيفاش اختلقوا، قال لك السيد الرئيس السياسي وزير العدل جمع واحد 4 ديال المجرمين، واحد 4 وداروا شكاية، هم مجرمون والتاريخ سيسجل ذلك. 4 من المجرمين والتاريخ سيسجل ذلك، قدموا شكاية، ولكن كبيرهم هو الذي كبيرهم الذي علمهم السحر هو الذي كتب الشكاية وقدمها لهم ليوقعوا عليها. وحاكموني في مسرحية هزلية انعدمت فيها كل الضمانات.
وصنعوا قرار العزل وطبخوه على مهل حتى ليصدقهم الشعب. ولكن الحمد لله كان الشعب واعي بان هاد الربعه ديال الجهال، هاد الربعه ديال المجرمون لا علاقه لهم لا بالدين، الدين منهم براء. هما باغيين كيقولوا لنا الدين غير باش ياخذوا الكراسي. وراك شفتوا التقرير الاخير ديال الصحيفه الامريكيه، الاموال اللي عندهم من اين لكم هذا؟ انا الاول كنطالب بمحاسبتهم، خاصنا نحاسبوهم. من اين لك هذا؟ وكيقول لك ما عندوش الأول، ما عندوش، يلا دار الكوزينه. شوفوا واحد الربعه صالون يلا كيسمع الصالون، يلا كيسمع الصالون. شوف كيفاش كيضحكوا على الشعب. حمار قلت لكم بغيت نعس. الحمد لله جات المحكمه الدستوريه وصفاتني معنويا لقات القاضي الهيلي المخالفه اللي تبع بها غير دستوريه، وجا القرار ديال تسجيل في المحاماه. يا كتقولوا قرار سياسي المجرمين، لما جا المحاماه واش كاين المجرمين شي قرار سياسي؟ الربعه ديال تجار الدين انا كنسميهم تسميه جديده، هم صهاينه الاسلام. حاشا واش يكون عندهم علاقه بالدين، هذو صهاينه الاسلام، الذي القوى الظلاميه، قوى الجهل، قوى التخلف. هاد الربعه المجرمين جاو وقالوا القوى الظلاميه، قوى تجار الدين، القوى المتأسلمه، هذه راه بغات خراب الدوله. هادو راه اعداء الله واعداء الوطن واعداء الملك. هادو لا يريدون للملك خيرا ولا للوطن خيرا ولا للشعب خيرا. هؤلاء يريدون ان يفترسون الوطن، هم المفترسون الحقيقيون. لما شافوا قاضي مستقل قالوا غنضيعوا، بالتالي غنعزلوه، وعزلوا على الراي فقط. قلنا جات المحكمه الدستوريه قالت لهم هادشي باطل، وما بني على باطل فهو باطل. ونقول لكم الليله كلها، ليله صدور قرار المجلس الدستوري، كانوا المجرمون مضوا ليلتهم كلها يبكون، لانهم احسوا ان ذلك اليوم كانت هزيمتهم. ظهر الحق وزهق الباطل، ان الباطل كان زهوقا.